السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت الريكورد ال18 للعبة سبيشال كيس جيم. في الريكورد دوت أنا كنت ضفت كذا حاجة عن الريكوردز اللي فاتت. أول حاجة هتشوفوا السلاح اللي ظاهر قدامي دوت، وهكلمكوا عليه دلوقتي. إيه اللي أنا ضفته في الريكورد دوت؟ الانيميز دلوقتي بقوا يقدروا يعرفوا مكانك فين ويمشوا في باس معين بالناف مش عشان يوصلوا لك. وكلهم ماسكين أسلحة، والأسلحة بتاعتهم بتطلع بوليتس، وكل بوليت خارج منه ري عشان تعرف الباس بتاع كل بوليت. وكلهم بيموتوا بالراجدول. في انيميشن بتشتغل الأول، بعد كده بتتحول لراجدول. عشان انا جربت الأول راجدول لوحده كان شكله وحش. يعني بصوا، في انيميشن بتبتدي، بعد كده بتحول لراجدول. ممكن يكون برضو ما بانتش قوي دلوقتي عشان هما ماتوا وهما فوق، بس هتبان وانا بضرب الناس بالميلي. حاجة تانية ضفتها ان الميلي بقى تلات ضربات مختلفين، يعني واحد اتنين بالايد وواحدة بالرجل. فتحس ان في تنوع بقى موجود شوية. بصوا دلوقتي اهو، ده هضربه بالميلي. هي بانت في اخر واحد ده اكتر. انا عامل زي رينج ثانية كده الانيميشن بتشتغل، بعد كده بيقوم محول على الراجدول. ومش على طول تبقى ثانية، هي عشوائية، يعني من ثانية لثانيتين. بيختار رقم راندوم ما بينهم وبينفذ على الأساس كده. حاجة تانية ضفتها السلاح اللي هو ماسكه دوت. بقى في زي سيستم اي كي كده بيخلي ايد الكاركتر نفسها تروح لبوينتس معينة وتفضل اتاتش بالسلاح. نفس الكلام برضو حتى وانت بتعمل ريلود للسلاح، لان انت كل 5 طلقات السلاح بيفضى، فبيعمل اوتوماتيك ريلود. فانا برضو عملت زي انيميشن للاي كي بوينتس بحيث انها تتحرك مع السلاح حتى وانت بتعمل ريلود. وهيمسك السلاح دلوقتي. حاجة كمان مش عارف خدتوا بالكم منها ولا لأ، الأرض، الرصيف أو الرود نفسه، الشارع، هتحس ان هو بقى فيه زي ريفليكشن زيادة، او تحس كأن فيه نقط مية موجودة عليهم لو بصيتوا. انا هنا كنت اشتغلت على الشيدر جراف، وعملت زي شيدر زي كأن فيه زي مطرة او حاجة. وعملت الشيدر دوت شوية نويز وشوية ريفليكشن على النورمالز بتاعت التكشر ديت، وضفتهم على بعض. يعني المهم، يعني عملت شيدر عشان بيخلي الارض ريفلكتيف، سواء رصيف او رود، بديله تكستشر شويه حاجات كده وهو بيخليها ريفلكتيف. طبعا ممكن اغير الفاليو عادي وبتاعه النويز، والفاليو بتاعه الريفليكشن وكذا، والفاليو مثلا بتاعه الايه، زي كميه الميه اللي انا عايزها تبقى على الارض. يعني ممكن اخلي الارض كلها غرقانه، ساعتها بعلي الرفنس على الاخر. ممكن اخلي جزء منها، وهكذا. حاجة كمان ضفتها الشيدر بتاع ال ايه تاني؟ الشيدر بتاع العربيات دلوقتي لو بصيت هتلاقيها بقت بتتفحم وبتتحرق بعد ما بتفرقع. يعني في الاول كانت العربيات بتتدغدغ بس، يعني انت كنت بتبص على الفيديو اللي فات مثلا، بتلاقي ان العربية بتتفعص وبتتكسر بس. لكن دلوقتي بقت بعد ما تتفعص وبتتكسر، يعني بتلاقي ايه، لونها غمق شوية، وفي زي كأنها اتفحمت، وفي تكستشر بتاعت زي حتت حروق كده على العربية. غير طبعا النار واللايت اللي بيكون خارج من العربية. يعني أنا لما اقرب من دول دلوقتي هتاخدوا بالكم منهم اوي. اهو انا كده ماسك السلاح والاي كي شغال. الازاز برضو خليته بيتكسر، هو ما كانش بيتكسر في الاول. بصوا بقى، هنزل عليهم دلوقتي هيفرقعوا، وهتشوفوا الايه،
شكلهم قبل وبعد. هما مش بيبقوا اسود، هو اللون بتاعهم زي ما هو بس بيغمق، بيتحط فوقيه زي كأن ايه لاير تاني اغمق. ومش عارف باين ولا لأ، بس انا وسعت الرصفة، يعني في الاول ما كانتش بالوسع ده، كانت اضيق بكتير. والان بي سيز طبعا اللي بتتمشى حوالين الماب دول، السيستم بتاعهم كان موجود قبل كده، بس انا ايه حسنت فيه شوية حاجات بحيث ان هما يظهروا مثلا من النقط اللي في الرينج اللي انت مش باصص له. يعني حاولت على قد ما اقدر اخلي ان ليك رينج 60 درجة مثلا او حاجة. دوت برضو ظهرت فيه الانيميشن قبل ما يعمل راجدول. في رينج زي 60 درجة او حاجة في الدايركشن اللي انت باصص فيه، ما ينفعش الانيميز او اللي هما الان بي سيز يسبون من النقط دي، فبيظهروا من وراك. فانت مثلا لو بصيت قدام بعد كده ورا، هتلاقي الانيميز ظهرت. وبس دوت الريكورد بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. سلام.